معكم مشاهدينا من داخل مجلس النواب وحول العديد من القضايا التي وعدنا بمناقشتها مع نواب الشعب في العديد من المجالات. في هذه الفقرة نتناول قضية بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة. النائب محمد عبد الله نائب إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة تقدم ببيان عاجل لوزير الموارد المائية والري بخصوص هذه البحيرة. الأول بنتعرف بحضرتك وبنقول لك كل الشكر والتقدير لهذه يعني هذا الوقت الذي سنطرح فيه هذه القضية. سيادة النائب، حضرتك قدمت بيان عاجل لوزير الموارد بخصوص بحيرة إدكو، وقبل ما يعني نطلع مع بعض دلوقتي في هذه الفقرة حضرتك شرحت لي المشكلة اللي بتواجهها البحيرة. خلينا نتعرف عليها الأول وبعدين نشوف إيه الحلول المقترحة. حضرتك الأول بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بالنسبة لبحيرة إدكو في 4 نوفمبر 2015 تعرضت محافظة البحيرة أساسا لسيول غير عادية. الأمر اللي هو يعني أدى إلى إنهاء يعني غرق بعض الأراضي الزراعية نتيجة عدم قدرة محطات الصرف على انها تودي الميه بتاعتها داخل البحيره. فكانت وزاره الري بصدد هذا الموضوع عملت دراسات علشان تتلافى قصه عيوب محطات الصرف، فاقترحت عمل مجرور داخل البحيره لصرف المياه الخاصه بالاراضي الزراعيه من البحيره الى البحر. قبل ما نوصل بقى احنا كده رصدت المشكله بسرعه او الموضوع البيان العاجل اللي حضرتك قدمته. انا كنت عايز حضرتك بس تدينا فكره عن بحيره إدكو اساسا، يعني اللي ما يعرفهاش ايه هي بحيرة إدكو وكانت ايه وبقت ايه؟ حضرتك بحيرة إدكو دي اسمها البحيرة اللي سميت محافظة البحيرة باسمها. كانت في فترة من الفترات أكثر من 60,000 فدان. تقلصت مساحتها الآن إلى 15,000 فدان لأن جزء كبير منها تحول إلى مزارع سمكية. يعني وده تحويل المزارع السمكية، في مزارع سمكية شرعية عن طريق هيئة الثروة السمكية، ومزارع هي تعديات من قبل بعض الأفراد على هذه البحيرة. ماشي. يعني البحيرة دي بتخدم أكتر من 20,000 صياد أساسا، فطبعا حياتهم وأرزاقهم كلها متعلقة بالعمل داخل هذه البحيرة. ولما تقلصت هذه المساحة هم يعني في نار في الحفاظ على هذه المساحة المتبقية حفاظا على أرزاقهم. يعني موضوع البحيرة موضوع طويل لأن جزء منها تجفف تحول إلى أراضي زراعية برضو نتيجة مشروعات فاشلة قبل كده. يعني بصدد احنا موضوع المجرور ده كان له تداعيات في التسعينات أساسا، يعني اتعمل منه جزء في التسعينات كانت مشروع برضو خاص عشان يحافظوا على الأراضي الزراعية تحت مسمى الحفاظ على الأراضي الزراعية. لما اتعمل جزء من هذا المشروع في حدود 5 كيلو، الأمر اللي ترتب عليه ان جفاف البحيرة يمينا ويسارا. نفهمها بقى خلاص، احنا عرفنا ايه البحيرة. فهمني بقى ايه موضوع المجرور، يعني مين اللي قرر انه يعمل مجرور؟ هل هي وزارة الري اللي قررت تعمل ولا وزارة الزراعة؟ وزارة الري. ماشي، وليه عايزة تعمل المجرور؟ اولا احنا لازم نعرف حاجه، ان البحيره نفسها تابعه لوزاره الزراعه لانها تابعه لهيئه الثروه السمكيه، ما لهاش علاقه بوزاره الري. ولكن لما حدث السيول وتعرضت البلاد للغرق كانت وزاره الري سابقه، يعني هي سبقت الوضع وعملت دراسات على مشروع عشان يحمي الاراضي تحت مسمى حمايه الاراضي الزراعيه. واحنا طبعا مع حمايه الاراضي الزراعيه لان دي دوم 300,000 فدان بيصرفوا في المصرف الخيري اللي هو في النهايه بيؤدي الى البحيره، والبحيره بدورها بتؤدي المياه دي للبحر. ولكن هل المشروع ده تداعياته الاقتصادية والاجتماعية لابد من دراستها ويكون عندنا بدائل أخرى. للأسف الشديد أن لما حصل وزارة الري وعملت الدراسات دي من شهر 11 لغاية شهر 6 اللي فات، كانت عاكفة على عمل هذه الدراسات منفردة دون اللجوء إلى هيئة الثروة السمكية اللي هي صاحبة الولاية على البحيرة. كان المفروض أنها تشتركها في هذا المشروع لأن البحيرة لها أصول إزاي ندخلها، وهي تحت ولاية وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية تابعة لوزارة الزراعة. الأمر لما حصل واندرس المشروع وتم عرضه على الصيادين تم رفضه رفض مطلقا. برضه إيه هو المشروع؟ إحنا لغاية دلوقتي عايز أفهم يعني إيه المشروع؟ اسمه بالظبط مجرور من المصرف الخيري يؤدي إلى البحيرة، والبحيرة تودي المياه للبحر. المجرور ده عبارة عن مصرف داخل البحيرة عشان المياه الزائدة اللي هي بتاعت صرف الزراعة ما يتمش حبسها ويتم انها يعني بدورها انها تروح لغايه بغاز المعديه اللي هو بيؤدي الى البحر. ده يعني ده كلام كويس، ايه المشكله؟ الكلام جميل جدا، ولكن ما هي الاضرار الناجمه عن هذا المجرور؟ لان المجرور ده هيكون البحيره كميه الميه اللي فيها في حدود 70 سم.
70. طب لما نعمل انا مجرور او مصرف عمقه مترين او 3، معناها انه هياخد كميه الميه اللي موجوده في البحيره كلها وتنزح الى هذا المجرور، الامر الذي يؤدي الى جفاف هذه البحيره. يعني حضرتك عايز تقول لي ان لو اتعمل المصرف ده هياخد ميه البحيره ويرميها في البحر؟ ده بالمناسيب وبالحسابات، لان انت مسطح المائي لما هتعمل مسطح مائي تاني اقل منه في الارتفاع، بالتالي هيسحب كل الميه. هي حسابات وزاره، يعني هل هي وزاره الري بفنيينها ومهندسينها ما حسبوش الحسبه دي؟ لا، هي قالت انها مش هيتم ضرر الصيادين، بس احنا بندرس ازاي ان المشروع ده كان له سابقه قبل كده، انه تم دراسه هذا المشروع في التسعينات، وكان محطوط ان هو 12 كيلو، اتعمل منه 5. ال5 كيلو اللي تم انجازهم في هذا المشروع تم تجفيف الناحيتين اليمين وشمال المصرف بمساحات كبيره، ولذلك تقلصت مساحه البحيره من 60,000 فدان ل 15,000. ودي مشكله خطيره، لان احنا لازم نراعي في اي مشروع البعد الاجتماعي للناس اللي موجوده في المنطقه. يعني انت لما تشرد لي النهارده 10,000 صياد معتمد اعتماد كلي على رزقه على هذه البحيره. طيب عندنا بدائل ثانيه. ايوه، كنت لسه هقول لك، طب ما في مشكله، هم عايزين يعملوا المصرف عشان في مشكله خاصه بالزراعه. هل عندك حل اخر غير المصرف؟ طبعا احنا عندنا حلول متعدده. طبعا السيد الرئيس كان اعلن على الحفاظ على البحيرات الموجوده في جمهوريه مصر العربيه، ومن ضمنهم بحيره إدكو. كان المفروض لو تم تطهير هذه البحيره وطهرت من البوص والحشائش اللي موجوده فيها والتعديات اللي موجوده فيها من اصحاب النفوذ، كان يمكن للكميات الميه اللي موجوده من الصرف الزراعي يعني تستوعب قدها 10 مرات لو تم تطهير البحيره تطهير سليم. التطهير اللي بيتم على الارض الان ده تطهير غير مجدي، ان بينصرف لها مبلغ معين كل سنه والتطهير، انما البحيره دي عايزه مشروع قومي زيها زي بحيره البرولوس وغيرها من البحيرات اللي اهتم بيها السيد الرئيس. البحيره دي يعني مش عايز نقول لك تاريخ، طلعت ناس اساتذه جامعه، طلعت على كل المستويات، ولاد الصيادين دول موجودين في جامعه اسكندريه اكتر من 100 مدرس في استاذ جامعه. فاحنا لازم نحافظ. وبعدين هي يعني مش موضوع ان البحيره وبس، الموضوع انها موضوع بيئي، يعني حفاظا على البيئه، لان هذه البحيره ملتصقه بالبحر، والمياه الزائده في البحر احيانا تكون في البحيره، واذا كانت البحيره مياهها مرتفعه احيانا نتيجه المد والجز الموجود، ودي ظاهره طبيعيه. يعني اذا وجود البحيره يعني ده جزء من الحفاظ على البيئه نفسها. طيب، يعني ده كان البيان العاجل واللي قدمته لوزير الموارد. ايه الرد وايه طبعا لسه البيان ما تقدمش، والنهارده كان في اجتماع في وزاره الري مع مجموعه من الصيادين وبعض النواب موجودين حاليا في اجتماع ما زال مستمر لاعلان رفضهم للمشروع وطرح البدائل الممكنه، لان احنا في النهايه عايزين يعني برضه نحافظ على الموارد. ما فيش اي استجابه لسه بيحاولوا يحطوا بدائل لمسار المجرور ده، ولكن هل لو تم تغيير المسار هيؤدي الى النفع اللي هو مزمع اقامته عشانه ولا لا؟ بالنسبه للجنه المختصه بهذا الامر يعني موقفها ايه؟ هي الامر لسه يعني بيان عاجل مقدمه، لسه هي المفروض انها هتحول للجنه الزراعه لانها هي المختصه بهذا الشان، لسه الموضوع ما تحولش للجنه الزراعه. ان شاء الله يتم خير. شكرا جزيلا سياده النائب محمد عبد الله، نائب إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، شكرا جزيلا. وشكرا لكم مشاهدينا. احنا لسه فقراتنا لم تنتهي وما زلنا معكم من داخل مجلس النواب المصري لمتابعة العديد من القضايا التي تهمكم مع نوابكم نواب مصر. تابعونا.